في خطوة تعكس الارتباك الدبلوماسي المتصاعد داخل النظام الجزائري، استقبلت الجزائر السبت الماضي رئيس زيمبابوي في زيارة رسمية طغى عليها البعد الأيديولوجي البائد ومحاولة إنعاش تخالفات لم تعد تواكب التحولات الجيوسياسية الحاصلة في إفريقيا. وخلال هذه الزيارة أكد رئيس البلد موقفهم المشترك بدعم المشروع الانفصالي في الصحراء المغربية في تحدي واضح لموجة الاعترافات المتصاعدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية داخل القارة الإفريقية وخارجها. ويأتي هذا اللقاء في وقت باتت فيه جبهة البوليزار تعاني من هجة غير مسبوقة وتراجع في الدعم الدولي مقابل الزخم الكبير التي تحققه المبادرة المغربية المدعومة دوليا، خاصة مشروع الحكم الذاتي. ويرى مراقبون استنجاد الجزائر بزيمبابوي البلد الغارق في أزمة اقتصادية وسياسية متواصلة يعكس إفلاس الخيارات أمام نظام تبون ومحاولته المستمرة لتغطية الانهيار التدريجي للورقة الانفصالية بعدما فقدت بريقها في مختلف المنابر الإفريقية. الزيارة لم تأتي بأجندة واضحة سوى التأكيد على مواقف كلاسيكية باتت من الماضي وسط مشهد إقليمي تفرض فيه الرباط دينامية الواقعية وتنال دعما متزايدا من العواصم الإفريقية ذات الوزن الاستراتيجي، بينما يواصل الجزائريون البحث عن أرشيف الحرب الباردة عن حلفاء خياليين.